أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. علاش يحسبوا فينا على ليبيا؟ ماناش ليبيا، رانا توانسة ونحبوا تونس ونعزوها، وراهي تونس في قلوبنا، بالحق تونس في قلوبنا، اما ما عندناش حق فيه. سبحان الله قداش المرة احنا توجهنا لتونس وما لقيناش حتى معناها حتى واحد تقبل النداء بتاعنا، كلها وعود فاضيه. معناها ثورة لتو احنا التالي شنو هو اللي قبلك؟ حتى شيء ما تبدل وحتى شيء ما تزاد. احنا رانا توانسه رانا توانسه وبالحق توانسه ونحبوا حقنا. لا كلام لا شيء، كنا نمشوا حتى قدهنا حتى 3 متاع الليل نخرجوا من العروسات، تو حتى المغرب ما عادش نجم نخرجوا من باب دارنا. أني بنقردانية تونسية، كل توانسة بنقردان حتى البنزرت، رانا توانسة كنا. تحيا تونس، تحيا تونس الحبيبة. تحيا تونس. تحيا تونس على تونس الحي. تحيا تونس ونحبوها والله يحياها وينصرها، وان شاء الله يا ربي معناها بالحق اللي في قلوبنا الامن يامنها، وان شاء الله تقعد خضراء ديما. تحيا تونس، تحيا تونس، قولي تحيا تونس. تحيا تونس. تحيا تونس بالياسر بالياسر. تحيا تونس يا ولد. تحيا تونس، تحيا تونس. الباجي مال شكون؟ بشبوش. ونشوفوا يا رئيس يا سبسي براس امك راهو الشباب ضاع باهي، ونحبوا تخدموه ونحبوا هيك حاجه تهمنا. ما عادش ماشيين لليبيا، حارب في ليبيا، كرتوش في ليبيا، عندي عامين في ليبيا، ما هناك شيء كي غادي كي تونس. باهي نحبوا الشباب يخدم ونحبوا كل شيء يخدم وامورنا مريقه. نخدم يا قائد السبسي يا رئيسنا يا راني منتخبك مرتين راه، وان شاء الله تكون 100 100 بنقردان. لا حتى اولادنا راهم مثقفين في الثقافه وراهم بشهيدهم وراهم ناقصين بركه الدعم، يدعمونا ويعطوهم خدمه. شوفهم هم راهم رجال والحمد لله. عامين نرقد على زاوره بتاعت اللاجئين، عامين. تحية تونس وحكومه تونس والامن والامان تونس يا رب. ورانا توانس ماناش ليبيا، رانا توانس، مش اللي يجي البنقردان يقول انا زعما نستاهل نجيب باسبور ولا لا. لا ما يجيش باسبور، يجي في كرهبه عاديه البنقردان، فهمت؟ مش باسبور، احنا ما بيناتناش حدود، رانا بنقردان تابعين تونس. يا سيدي نبدو بسم الله الرحمن الرحيم. انا مصباح يحيى من بنقردان، نبدو نتشرف بنداء تونس، والحسيلو احنا استقبلناهم في بنقردان واستقبلناهم في تطاوين واستقبلناهم في مدنين، وان شاء الله معناها في كامل تراب جنوب استقبلوهم مرحبتين وسهلتين بنداء تونس. واحنا بكل صراحه معناتها مع نداء تونس ومع باجي قائد السبسي، لان بكل صراحه 3 سنين 4 سنين معناتها الوعود موجوده ووعود فاشله ووعود ما ثم منها حتى شيء. احنا تو 3 سنين لا بنيه تحتيه في بنقردان، تشوفوا معناها كيفاش صبت المطر، معناها كيفاش اهالي بنقردان يعانوا معناها من العباد غرقت. حاسيلوا العباد معناتها كيفاش العباد كيفاش عامله في حياشه، تخللها الماء في حياشه، الكيس معناها مكسره. احنا نطلبوا من السلطات الجديده على الاقل تكون بنيه تحتيه في بنقردان، مشاريع قاره في بنقردان لاهل بنقردان. معناتها الحسيلو احنا 3 سنين 4 سنين معناها نشوفوا كان في وعود زاد، في وعود ما ثم منها حتى شيء. وانا شخصيا معناها قابلت وقت اللي جاء في عهد النهضه، وقت اللي جاء رئيس الحكومه جاء لبنقردان
واعطيه وعود نتاع شهرين 3 شهور، وقال معناها المنطقة الصناعية باش تبدأ في بن قردان، وتعدوا شهرين وتعدى العام وتعدوا العامين و3 سنين وما ثم منها حتى شيء. احنا الحصيل في اهل بن قردان معناها في المستقبل في جديد يلزمنا وقت يعطينا حد وعود تكون ثابته تكون صحيحه، معناها وعود ثابته ووعود مريقله فهمت. واحنا رانا مع نداء تونس ومع باجي قايد السبسي، ويظهر لي انا معروف في بن قردان معناها واضح معناها لاهل بن قردان. انا راني في المستقبل باش نجري على مستقبل بن قردان مهما كانت الصفة، أنا باش نمشي وباش نتحرك وباش نعمل ناس معينين أهل بن قردان اللي هم معناها ثابتين اللي هم مرقلين أمورهم واضحة باش يمشوا. وعدوني معناها أعضاء من نداء تونس بما فيهم رجال أعمال اللي جو معاهم واستقبلتهم في داري وانتقلت وسجدت المسيرة من داري أنا، ومرحبتين وسهلتين بهم في أي وقت. ووعدوني بأن معناها كان سهل ربي بعد الانتخابات باش تكون معناتها أمور واضحة وأمور جدية. ووعدوني رجال أعمال بأن باش يعملوا معامل في بن قردان باش تكون منطقة صناعية معناها. وعدوني معناها وقت اللي وعدوني معناها في داري قالوا لي معناها بحذا تو عاملين اجتماع معناها باش نكونوا واضحين مع بعضنا معناها وعود مريقلي بحول الله. كان سهل ربي بعد 22 بعد الانتخابات وان شاء الله يربح الباجي قايد السبسي، وهذا يظهر لي متوقعينه وان شاء الله يكون في عونه وان شاء الله الامور توضح وان شاء الله معناها توضح البن قردان. وهذا معناه نعدكم انا اهل بن قردان باني باش نكون ثابت فيه باش نكون صريح فيه باش نهز ناس معينه بعد الانتخابات اللي هي باش تقابل قايد الباجي قايد السبسي، وهذا يوعدوني به باش نحكوا له على برامج بن قردان مشاريع بن قردان. برنامج راس جدير هو نقطة الضعف بتاع أهالي بن قردان باش يكون مطروح على الطاولة موضوعنا ما بين ليبيا وتونس باش نريقلوا الأمور إن شاء الله بحول الله. وأنا لا نطامع لا في كرسي ولا نطامع في هذه، وذول يعرفوني أهل بن قردان شنو هو مصباح يحيى، ما طامع حتى في شيء، طامع بأن باش نجري على البلاد باش نركح البلاد وإن شاء الله كان سهل ربي بقدرة ربي هيك وحول الله. والسلام عليكم.